أقرب طريقة تحافظ بيها على علاقاتك مش إنك تستحمل. لو قعدت طول الوقت تقول بس أنا لازم أكمل، أنا مش هينفع ما أرفض لهم طلب، أنا مش هينفع أقول لهم لأ، فما تسمعش الفيديو خالص، ممنوع. هقولك على كتاب هيحكي لك قصة، هو غالباً هيحكي قصتك. كتاب Set Boundary Find Peace لنيدرا. دي معالجة نفسية بتعلمك ازاي تحط حدود نفسية للناس اللي في حياتك، للعلاقات اللي حواليك، لصداقاتك وللشغل وكل حاجة. هي حاولت تقولك على شوية حيل نفسية تحافظ بيها على كل علاقاتك وتحط حدود نفسية للناس اللي حواليك ولنفسك عشان تعرف تقول لأ وانت مرتاح نفسياً، وما تعملش أي حاجة ما تناسبكش. اللي مش هيناسبك مش هتعمله. المشكلة هنا إن ثقافتنا قالت لنا إنه أي حد بيقول حاضر ونعم ده لطيف وكويس، بس الموضوع هنا هو إن أنت بتقفل على نفسك. يعني لو رديت على حد في وقت أنت مش مستعد نفسياً أو الظروف مهيئة حواليك ورديت عليه في التليفون لمجرد إنه هيزعل وهيعملها لي حوار، فأنت كده أنت بتضغط على نفسك مش بتديهم راحتهم. ولو قلت لحد أنا موافق على حاجة هي مش مناسبة وقتك وما ينفعش تعملها دلوقتي، فأنت تحولت العبد عنده خلاص. بدل ما تعمل حياتك وأمور حياتك أنت بترتب له حياته هو، بتعمل المناسب ليه هو، فأنت بتعملش اللي بيناسبك. فهنا أنت لازم تسمع الحل. فلو حد طلب منك حاجة وأنت مش بتعرف ترفض له طلب، حاول تبدأ بخطوات صغيرة زي إنه أنا مش هقدر النهاردة سامحني، وحاول ما تقدمش تبريرات ولا تديله ميعاد تاني، عشان انت لو انت بتديله ميعاد تاني انت بتقوله له وانت مكسوف عشان عايز تعدي الموقف ده. فاقطع الموضوع، انا مش قادر النهارده سامحني. شويه بشويه انت هتبدا تتعود انك ترفض اللي مش مناسبك، بس الموضوع ما بيجيش مره واحده. واللي بيزعل منك في اللحظه دي اعرف ان هو ما كانش بيحبك، هو كان بيستفيد منك، كان بيستفيد من ضعفك انك تقول لا. هو طول الوقت كان عارف انك ما بترفضلوش طلب، فلو النهارده زعل منك وبعد عنك، المفاجأة هنا ان انت الكسبان، انت ما خسرتش حاجة، انت خسرت حد كان بيستغل مشاعرك وكان بيستغل ان انت بتحبه وما تعرفش تقوله لا. الحل هنا انك ما تتراجعش، ما تعملش زي اللي بيعمل سور حوالين بيته وهده عشان الجيران متضايقين، فاللي متضايق يمشي. حاول انك دايما تكون انت اللي مرتاح، مش الناس اللي حواليك هم اللي مرتاحين. مش كل الناس هم صحاب عمرك، يعني مش كل الناس اللي قريبة منك المفروض يبقوا في المسافة القريبة بتاعتك. لازم تحط حدود للناس اللي حواليك، يعني تحط كل حد في مكانه. يعني في ناس زمايلك فدول صباح الخير عاملين ايه ونقعد نفطر بس مع بعض، وفي ناس هم حدودهم ان انت ما تقولهمش حتى صباح الخير، ممكن نسأل على بعض كل فترة. وفي ناس المفروض يبقوا قريبين منك، هم دول الناس اللي فضلوا معاك كذا مرة، فلازم تحط الناس في أماكنها الصح جواك. مش كل الناس صحاب عمر، وما ينفعش تبقى حلال العقد طول الوقت. يعني أوقات كده بتكون أنت اللي كل الناس بتلجأ له، أي مشكلة أي فرح هم جايين لك، فالمفروض أن أنت تكون متاح طول الوقت، عشان أنت لو مش متاح في الوقت ده هتبقى قليل الأصل وهنعيش في دراما إحنا مش حابينها. فلازم يكون عندك وقتك اللي انت مش متاح فيه ايا كان الموقف اللي حواليك، فانت لازم تعرف انت متاح نفسيا وعاطفيا وجسديا ووقتك يسمح لده ولا ما يسمحش. ولازم تعرف ان الوقت اللي انت بتاخده بريك ده وبتاخده وانت مش عارف تدخل في مشكلة، ده صيانة لنفسك، دي مش أنانية منك خالص. ما ينفعش الناس تبقى أولوياتك، يعني ما ينفعش أبقى بخرجهم وبفسحهم وبحبهم ومش عايزة أضايقهم وعايزة أعمل كل اللي يفرحهم وأنا تعيس، لأنك وقتها هتبقى نسخة غيرك، هتحس فجأة إنك مش أنت، لأنك عملت كل اللي يرضيهم هم. والحل هنا إنك لازم تسأل نفسك بعد كل موقف بتعمله، هل أنا مبسوط ومرتاح وأنا ببسطهم وبسعدهم، ولا أنا بعمل كده عشان هم يبقوا سعداء ومش مشكلة أنا النهاردة؟ عشان ما تقعدش في مكان أنت أصلاً محدش طلبه منك، فساعتها هتبقى أنت نسخة مختلفة وهم مبسوطين. الحدود اللي انت بتعملها دي مع الناس ومع نفسك دي مش هتبعد عنك الناس الصح. الناس الصح هتفضل تحبك بالرغم من الحدود اللي انت حاططها، لان هم هيبقوا فاهمين كويس قوي ان دي مساحتك والطبيعي اللي انت المفروض تعيشه. لكن الناس اللي هتبعد في الوقت ده هي مش خسارة ليك، هي كانت من البداية كانت خسارة ليك، لكن دلوقتي انت بتكسب نفسك. ولازم طول الوقت تفهم انه المكسب الحقيقي انك تكسب نفسك، ما تبقاش حد غيرك، مش عشان الناس تحبك فانت تخسر نفسك في النص.
في النهاية أنا انبسطت إن أنا قريت الكتاب ده جدا، وحقيقي الكتاب بيخليك تبني نفسك وشخصيتك وتبدي نفسك، وكمان تختار نفسك أول حاجة. والصح هنا إنك مش بتخسر، أنت كل يوم بتزيد معرفة بنفسك. وفي الأول وفي الآخر أنا عايزاك تعمل لي اشتراك ولايك وشير وكتير، وبس كده. باي باي.